رجعت لكم النهارده في فيديو جديد وبعتذر على التأخير. وفي المرة اللي فاتت شفنا جو هو بيحاول يطعن البقرة المدرعة ولكن بدون أي فايدة، بل بالعكس البقرة بتكون غاضبة جدا وشكلها كده هتدعسه وتدكه تحت رجلها وهتعمل منه شاورما. فيلا بينا نشوف جو هيعمل ايه وايه اللي هيحصل له. وعاوزك بقى قبل ما نكمل ونشوف باقي الحكاية تدعمني بلايك وتشترك في القناة علشان اقدر انزل في اسرع وقت ممكن. بنروح لجو اللي كان هيقع من على ظهر البقرة ولكنه بيطعنها بالخنجر وبيمسك فيها. وبعد 6 ساعات من المحاولات المستمرة والشقة بنشوف جو هو لسه على ظهر البقرة، ولحسن حظه بيكون دمها اوشك ان هو ينتهي، فبيطعنها جو بالخنجر بتاعه على امل ان هو يتخلص منها. ولما بتقع البقرة على الارض بيطلع جو الخنجر التاني وبيتقدم ناحيتها، ولما جو بيكون هيفرتكها اخيرا ويقضي عليها بيلاحظ ان البقرة بتبصله بعيون بريئة ومثيرة للشفقة. وبعد تردد جو الطويل بيقرر ان هو يعفو عنها بسبب توسلاتها. ومع حلول الليل بنشوف جو قاعد في كهف ومولع نار علشان يحتمي من الوحوش. وفي الصباح بيستيقظ جو على صوت البقرة اللي هو سمح لها انها تعيش، وبيقوله ان هو بعد ما سمع الصوت ده فهو اتأكد ان هي استعادت صحتها. ولما بيبص جنبه بيلاحظ ان البقرة واقفة وشكلها غاضبة منه هتقتله، ومرة واحدة بتجري ناحيته فجو بيقول لها انت تاني، شكلنا كده مش هنخلص من المعركة المستمرة دي. واثناء ما هو بيطلع الخنجر بتاعه بتقف البقرة مرة واحدة وبتلحس ايده. كل ده طبعا مع تفاجؤ جو اللي مش عارف يعمل ايه. بعدها بنشوف مجموعة من العربيات اللي ماشية على الطريق، وبيكون الاشخاص اللي راكبين في العربيات دي بيتكلموا على فنانين القتال اللي بيقدروا يروضوا الوحوش، وانهم لازم يحترموهم ويقدروهم لان عددهم قليل ومحدود جدا، وبيكونوا بيتمنوا ان هم يبقوا اغنياء علشان يقدروا يشتروا الوحوش المروضة ويركبوا عليها. ولكنهم بغبائهم ده بيكتشفوا ان المال مش هيحللهم كل ازماتهم، وانهم لازم كمان يحصلوا على هوية فنان قتال علشان يقدروا يشتروا الوحوش دي. واثناء ما هم منغمسين في كلامهم ومش بطالين جدال بيتفاجئوا بحدوث ضجة جامدة قدامهم على الطريق. ولما بيبصوا علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل بيدركوا ان في وحش بيقدم ناحيتهم، وفي واحد منهم بيلاحظ ان في شخص راكب على الوحش ده. ومع اقتراب الوحش منهم بيكون جو هو اللي راكب على البقرة وبيتقدم ناحيتهم بسرعة جنونية. ولما بيعدي من جنبهم بيحييهم جو وكأن مفيش اي حاجة حصلت وانه بيعمل شيء عادي. وبعد ما جو بيسيبهم وبيمشي بيبدأوا في الجدال مرة تانية مع بعض، وده لان في واحد فيهم الجاهل جو هو بيعدي ومرضيش يرمي عليه السلام، فصاحبه بيضربه بيقول له انت عبيط ولا ايه؟ الشخص اللي لسه معدي ده راكب بقرة فولاذية من المستوى الثامن، وقد يكون هو الشخص الوحيد في مدينة العمالقة بحالها اللي قدر يروض وحش في المستوى ده. وبنرجع بقى مرة تانية لجو اللي وصل لابواب المدينة، ولما بيكون عاوز يدخل للمدينة بيقرر ان هو يحفظ الوحش في الحقيبة بتاعته، ولكنه بيتفاجئ بان الحقيبة حظرت الوحش وما ينفعش يدخله جواها. وبيدرك جو ان هو واقع في مشكلة لان الوحوش البرية ما ينفعش تدخل المدينة بأي طريقة، لأن من الممكن إن فنانين القتال اللي بداخل المدينة يقتلوها من غير وعي منهم. وبيبدأ جو بخياله الواسع إن هو يتمنى إنه لما يوصل للمستوى 60 ينجح في فتح نظام الحيوانات الأليفة زي باقي الألعاب، ولكن كل دي تمنيات فارغة. علشان كده جو بيفكر في حل، وبعد تفكير طويل بيقرر إن هو يروح يبحث عن المروضة شيهان اللي قابلها في الغابة. في الوقت ده بتكون شيهان واقفة بتستمتع على واحدة من التلال، لكن بيقاطعها صوت جاي من وراها وبينادي عليها. ولما بيبص علشان تشوف مين بتلاحظ ان هم مجموعه من المروضين، وفي واحد فيهم بيتكلمها وبيقول لها انت مش فاكراني ولا ايه؟ انا اسمي مين وين. وبيكون فريق شيهان كله مذهول من الوحوش اللي هم راكبينها لانها غاليه جدا. وفي واحد منهم بياخد باله ان طائر السفر البري بيدل على ان السيد الشاب لمنظمه مين شي هو اللي راكبه. على الجانب التاني بنشوف السيد الشاب مين وين ولا مين وين ده بيروح يتكلم مع صديقه شيهان اللي اسمها شينيو، وبيقول لها بقالنا فتره كبيره ما تقابلناش ولكنك ما زلت جميله زي ما انت. فبترحب بيه شينيون، بس في الوقت ده بتقاطعهم شيهان اللي بتقول لهم ان هي هتمشي وهتسيبهم يتكلموا مع بعض لانها عاوزه ترتاح. ولما شينيون بتقول لها خدي راحتك السيد الشاب مين وين بيلاحظ ان شيهان شكلها مميزه جدا وبيقاطعها وبيطلب منها ان هي تفضل معاهم، وبيقول لهم انت مش عارفه سعر طائر السفر البري ولا ايه رايك تركبي معايا وناخد لفه؟ وبعد كلامه بيقول السيد مين ان الفتاه دي ما شافهاش قبل كده ولكنها مختلفه عن جميع الفتيات اللي قابلهم، وعلشان كده لازم يستولى عليها. وبتكون شيهان متوتره ومحرجه ومش عارفه تعمل معاه ايه. ولما بتلاحظ ان هي مضطره انها تقبل طلبه بسبب منصبه بتحصل على خيط النجاه باعجوبه بسبب جو اللي جاي وعمال بينادي عليها باعلى صوته. وطبعا كل ده هو بيقتحم المكان بالبقره الفولاذيه بتاعته، وبيكون المقاتلين كلهم خايفين وبيتفاجئوا كالعاده لان في شخص قدر يروضها ويركب عليها. ولما جو بيوصل اخيرا عند شيهان وبيشوفوا البقره بتاعته، شيهان والسيد مين اللي كان عمال بيتفاخر بمكانته بيكون مذهول
مش مصدق نفسه. في الوقت ده بنروح لاتنين من المقاتلين اللي ما بيكونوش مصدقين عينيهم، لانهم شافوا مجرد شاب بيستخدم بقرة الدرع الفولاذي من المستوى الثامن كمركبة، وصاحبه بيقول له ان اللي هم شايفينه ده مستحيل يكون حقيقة، لان على حسب علمه مفيش حد نجح في ترويض بقرة الدرع الفولاذي. وبنرجع بقى لبطلنا جو اللي بيتكلم مع شي هان بكل براءة ومش في دماغه، وبيطلب منها ان هي تتكلم معاه. في الوقت ده شي هان بتعتذر للسيد مين وبتقول له ان هي مش فاضية، وبتروح تركب مع السيد الخرافي جو. وبعد رحيلهم السيد مين ما بيكونش مستوعب الموقف اللي هو فيه، وبيجري بسرعة على الطائر بتاعه وهو غاضب لان جو سرق منه شي هان. ولما اتباعه بيحاولوا يوقفوه ويعرفوه ان هو ما ينفعش يتورط مع جو لانه اقوى منهم بمراحل، السيد مين بيزعق للتابع بتاعه وبيقول له اخرس لان مفيش حد يقدر يضايقني في مدينة العمالقة. فالتابع بتاعه بياخده على جنب كده ويقول له فهمني، الشخص ده هو جو. ولما السيد مين بيسمع اسمه بيكون متفاجئ لان الشخص العادي اللي هو شافه ده مستحيل يكون الاسطورة اللي عامل ضجة في مدينة العمالقة كلها. والسيد مين اللي جاي يتفاجئ هنا بيقول لحسن الحظ ان هو ما كترش مع جو في الكلام، والا ابوه كان هياخده ويخليه يعتذر لجو. ومع انتهاء الموقف ده السيد مين، ولا اقول لك السيد مين ايه، احنا هنسميه الواد العبيط. الواد العبيط ده بيروح عند شين وبيطلب منها ان هي تركب معاه في جولة، وحرفيا كده الواد العبيط ده شكله دافن كرامته تحت الارض قبل ما يجي. وبنرجع بقى مرة تانية لجو اللي راكب على البقرة هو وشيهان، وشيهان بتسأله انت حصلت على البقرة دي منين؟ فبيقول لها جو اللي مستمتع بركوبه على البقرة ان هو كان بيقاتل معاها، ولما البقرة كانت على وشك الموت خضعت له واصبحت تابعة ليه. وشيهان بتقول له ايه السهولة اللي انت فيها دي؟ فجو بيرد عليها وبيعرفها ان هو جه هنا علشان يسألها عن طريقة ترويض الحيوانات، ومع وقوفهم بتعرفوا شيهان ان ترويض الحيوانات هيحتاج عدد كبير من الخطوات، لان الخطوات بتختلف من حيوان للتاني، وان الموضوع مش بالبساطة اللي هو متخيلها. وفي النهاية شيهان بتقول له انما لو كان عندك مشاكل في اطعامه فممكن تيجي وتسأل عليا وانا هساعدك. ولما جو بيقرب منها مرة واحدة شيهان بتكون محرجة ووشها بيحمر، وبتنزل من على البقرة وبتخلع من المكان بسرعة، وجو مش فاهم ايه اللي بيحصل. ولكن مع كل ده جو بيوقفها وبيطلب منها ان هو ياخد رقمها، ويقول لها لو مش هتديهولي فانا معرفش ازاي هقدر اتواصل معاكي علشان اقدر اروض البقرة دي. بعدها بنشوف اتنين من فنانين القتال اللي بيكونوا خارجين من الصيدلية ومتضايقين لانهم مش عارفين يحصلوا على الدواء، وده لانه اصبح منتج نادر جدا. وعلى الرغم من انهم راحوا للعديد من الصيدليات الا ان كل واحدة كانت اغلى من التانية. وبعد خروجهم من الصيدلية ومقابلتهم لصديقهم بيسألهم انتوا حضرتوا الدواء ولا لا؟ فبيقولوا له نجيب ايه بس يا ابني، دول في الماضي كانوا بيتمنوا ان احنا نشتريها منهم، لكن دلوقتي ما زودوش السعر وبس، لا ده كمان حددوا الكمية لكل عميل جرعة واحدة بس. والصيدليات اتحولت كلها لمجموعة من المحتكرين والتجار الاشرار. على الجانب التاني بنشوف الاتنين اللي جو وكلهم بمهمة شراء اكبر عدد ممكن من الادوية، واللي بيحمدوا ربنا ان هم جمعوا اكبر قدر ممكن من الدواء في الوقت المحدد، وده لان التجار بقوا يتصرفوا زي الاشرار وما بقوش يهتموا بحياة الناس، وكل همهم هو الحصول على المال. بعدها بنشوف جو اللي بيكون بيتكلم معاهم وبيعرفهم ان المنطقة رقم 1 هتتفتح قريب، والتجار بيحاولوا يستغلوا الفرصة دي ويحتكروا الادوية، ولكن احنا سبقناهم بخطوة. ولما اللي بيتكلم مع جو بيعرفوا ان المخزن اتملى على اخره وما فيهوش اي مكان، بيسألوا احنا نبيع الادوية كلها دلوقتي ولا نستنى ونخزن عدد اكبر؟ فجو بيقول لهم ولا تبيعوا ولا تشتروا، وخلوا معاكم بعض الكريستالات للاحتياط، واهم حاجة بقى انتبهوا للمخزن لحد يسرقوا او يدمروا. فبيأكد له اللي بيتكلم معاه ان هو يخلي باله من المخزن كأنه بيخلي باله من نفسه. وبعد ما جو بينهي المكالمة بيتكلم مع نفسه وبيقول ان هو بعد انتهاء ازمة الادوية واستغلاله ليها فهو هيتحول لاغنى شخص في مدينة العمالقة. يا عيني عليك يا عم جو على ذكائك الخارق. المهم بعدها بقى بنروح لمنطقة البناء في مدينة العمالقة، وهناك بنشوف واحد بيتكلم مع جو وبيقول له من الواضح كده انك عايش حياة سعيدة وسايبني قاعد ببني في الطرقات ومش قادر اتحرك. وبيبلغوا ان هم قربوا ينتهوا من بناء المكان، وكمان بيأكد عليه ان هم عينوا افضل مصممين الحدائق علشان يصمموا الشارع بالكامل، وكمان وفروا العديد من اماكن الراحة. ولما جو بيسألوا عن الميزانية الشخص ده بيبلغوا ان الميزانية اكيد غالية جدا، وده لان اسعار مواد البناء هي كمان غالية. ولكن بيقول له على الرغم انك هتصرف فلوس كتير الا ان بعد انتهاء الشارع ده هيكون منظر من الدرجة الاولى في مدينة العمالقة. في الوقت ده جو بيخرج نفسه ببطء وبيقرر بما ان الكريستالات بتتصرف بسرعة فهو لازم يدور على حاجة علشان يبيعها. وبيقول ان مر وقت طويل واكيد فريق نهر السماء اللي هو علم عليهم فقد الامل في البحث عنه، وعلشان كده بيقرر يبيع الحاجات بتاعتهم ويحصل على المال. وكالعادة جو لسه ما بيروحش يبيعهم في محل ولا اي حاجة، ولكن بيبيعهم في الطريق الجانبي بتاع الشارع. واثناء ما هو قاعد وعارض الفرشة بتاعته اللي عليها الاسلحة والدروع جو بيفكر ان هو مر وقت طويل
طويل من وقت ما باع في الشارع، وانه هيكون اكثر انشغال في المستقبل، وعلشان كده لازم يدور على حد يعتمد عليه، بالاخص ان الشخص ده يساعده في بيع الدروع والسيوف القديمه اللي هيحصل عليها. ومع اجتماع الناس على جو بيوصل لواحد عجوز وبيتكلم معاه، والعجوز ده بيتكلم مع جو بيقول له من الواضح كده انك جديد هنا، ودي مرتك الاولى في بيع الاشياء في السوق بتاعنا. بيقول له وريني كده الحاجات اللي انت بتبيعها دي جودتها عامله ايه. ولما العجوز بيمسك المعدات بيتفاجئ من جودتها الغير طبيعيه، ولكن على الرغم ده بيخبي تفاجئه ده بسرعه، وبيسال جو انت جايب الحاجات دي من المتجر ولا ايه. فلما جو بيساله انت بتسال السؤال الغريب ده ليه، العجوز بيزعق له وبيقول له انت جاي تبيع الحاجات البايظه دي هنا ولا ايه، وان مفيش حاجه لاصلاحها لان محدش هيشتريها منك اصلا. فجو بيمثل وبيعمل نفسه عبيط وبيقول له طب اعمل ايه انا يا عم الحاج دلوقتي. والعجوز شكله كده نصب المسرح وهيستمر في التمثيليه بتاعته، ولكن على عكس المتوقع ان جو هو كمان بيمثل معاه وبيقول له طب انا اعمل ايه يا عم الحاج دلوقتي، المعدات دي لازم ابيعها عشان الجو وحش ومفيش اي فلوس طبعا. فالعجوز بيقوم يقف كده مره واحده وبيقول له انا عارف متجر تصليح للمعدات كويس، يا دوب هيصلحها بالعافيه يعني. وبيقول له من حسن حظك انك قابلتني اصلا، انا هعرض عليك سعر هيكون مناسب للمعدات اللي معاك دي. فجو بيستمر في تمثيله وبيساله انت ممكن تشتري المجموعه بكام، والعجوز الجشع ده بيعرض سعر غير معقول وبيقول له ان هو يشتري المجموعه الواحده بكريستاله عاليه المستوى وانه مستعد يشتريهم منه كلهم. في الوقت ده جو بيعمل نفسه مندهش زي العبيط، وهو بيفكر ان العجوز ده مفيش حد اطمع منه، ولكن بقطع المسرحيه المستمره دي الشخص بيتكلم وبيقول لجو ان معداته مش سيئه، بل على العكس معداته على الاقل تستحق كريستاله زرقاء عاليه المستوى. وبيعرفوا ان العجوز اللي كان بيتكلم معاه ده مفيش حد بيقدر يخالف كلمته في السوق، وبيقول للعجوز ان هم مجموعه من الاشرار وبيحاولوا يخدعوا الناس اللي مش عارفين اي حاجه، لان المعدات دي مفيش منها 2 في السوق. لو مش بس كده العجوز عاوز يشتريها بكريستاله ملهاش اي لازمه. في اللحظه دي العجوز بيقرر يتدخل ويدافع عن نفسه، وبيقول للشخص اللي كان بيتكلم انه مجرد طفل صغير وما ينفعش يتهم الناس. فالشاب ده بيرد عليه وبيقول له انت كنت لسه بتقول من شويه وخايف تعترف بغلطك. في اللحظه دي العجوز بيقول له ان هو كان بيكرهه اساسا، وبما انه اغضبه بيأمر اتباعه ان هم يسحبوه ويرموه في المدينه الخارجيه علشان الذئاب تاكله. واول ما الشاب بيحاول انه يهرب من المكان لان اتباع العجوز بيلاحقوه بيتفاجئ بجو اللي مسكه من قفاه وبيقول له انت رايح فين يا ابني. فالشاب بيزعق وبيقول له سيبنا امشي، وبيفهم الشاب ان العجوز خطط مع جو علشان يمسكوه، ولكن جو بيفاجئه وبيساله عن اسمه اللي هو اسمه يونغيلين، وبيطلب منه ان هو يساعده في بيع المعدات بتاعته. في اللحظه دي بيجتمع عليهم العجوز واتباعه، والعجوز بيحذر جو علشان يهتم بشؤونه وما يتدخلش في شؤون حد تاني، ولكن جو ما بيردش على تهديداتهم وبيمسك سيف كان محطوط جنبه، وفي لمح البصر بيكون وصل لورا الراجل وحاطط السيف على رقبته وبيقول له انا مش عاوز اسمع تهديداتك وكلامك اللي ملهوش لازمه ده، ويا ريت تخلع من هنا عشان ما اجيبش اجلك. فالعجوز بيهدده تاني وبيقول له انت مش هتجرؤ على قتل الناس في الشارع، ولكن جو بيقول له طب انا هوريك دلوقتي. ووقت ما جو لسه هيقضي عليه ويفصل راسه عن جسمه شرطه المدينه بتوصل وبتبعد الناس، فالعجوز بيغترب نفسه وبيقول لجو اتحداك انك تكمل، وشرطه المدينه بتترجى جو ان هو يكمل سيفه وما يتسببش بالمشاكل. ولحسن الحظ ان جو ما بيرتكبش الجريمه وبيسمح للضابط ان هو ياخده، والناس بيكونوا متفاجئين من رد فعل الشرطه اللي بيحيوا جو وبينزلوا يضربوا في الراجل العجوز. واثناء ما العجوز بيتعرض للضرب وسط الشارع وقدام كل اتباعه بيقول للضابط انت شكلك فاهم الموضوع غلط وبتضرب الشخص الغلط، وبيترجى ان هو يوقف ضرب فيه. على الجانب الثاني جو بيقول لهم ان هو ما ارتكبش جريمه كبيره والافضل ان هو يحبسوه لبعض الايام بس، والضابط بينحني لجو وبيقول له طلباتك اوامر. والناس اللي واقفين بيتفرجوا في الشارع بيفهموا ان العجوز واتباعه وقفوا قصاد الشخص الغلط، بينما الشاب اللي جو كان بيتكلم معاه من شويه بيكون مذهول ومش مصدق اللي هو شايفه. وجو بيقدم ناحيته وبيحط ايده على كتفه وبيقول له تعالى ندور على مكان نبيع فيه المعدات بدل المكان ده، وبيروحوا المطعم مع كورونا علشان يتغدوا الاول. والشاب ما بيمدش ايده في الاكل، فجو بيساله عن السبب وبيقول له هو المطعم مش عاجبك ولا ايه؟ فالشاب بيرد عليه بتوتر وبيعرفه ان المطعم ده من احسن المطاعم الموجوده في المدينه. واثناء ما جو بياكل بيتكلم مع الشاب وبيقول له ان بالنسبه لشخص خاض تجارب في المدينه دي فلازم يكون عارف ان مصدر المعدات القديمه يا اما هيكون متجر الاسلحه او القضاء على فريق، وزي ما هو عارف فجو محتاج حد يساعده علشان يبيع المعدات. ولما الشاب بيساله عن سبب اختياره ليه جو بيعرفه ان هو اختاره بسبب شخصيته. على الجانب التاني بنشوف واحد من فنانين القتال اللي قاعد بيتفرج على البقره بتاعه جو، ولما جو بيوصل الراجل ده بيتكلم مع جو بيقول له شكلك كده مفيش منك اتنين لانك خرجت ورجعت بحيوان من المستوى الثامن. فجو بيقول له ان هو كان محظوظ مش اكتر. وبعد ما جو بيقول له كده الراجل ده بيتجنن
بيتجنن وبيقول له انا لازم اروح وامسك سحليه متحوله من المستوى ال11. فجو بيقول له انت شكلك كده عاوز تموت. بعدها الراجل ده بيسلم لجو مهمته وبيعرفوا ان المنطقه رقم 1 ما تمش بنائها بالكامل، ولكن تم فتحها لفنانين القتال من قبل كده، ومهمته البسيطه هي ان هو يكون مسؤول عن استقرار فنانين القتال. وبعد ما جو بيشكره ويمشي بيكون في المدينه الداخليه وبيتكلم مع الاخ شاو وبيساله عن حاله سوق الدواء، فبيعرفوا شاو ان سعر الدواء بقى 4 اضعاف السعر الاصلي. فجو بيقول له ده كده رضا قوي يا معلم، من بكره انت تروح تقابل الفريق وتاخد 60% من الادويه للمحل بتاعنا، ولو حد جه بقى يشتري من نقابه فنانين القتال فما فيش مانع ان انتوا تبيعوا له باي سعر طالما مش اقل من 4 كريستالات بيضه. فالشاو بيقول له ليه ما نستناش اكتر بما ان السعر عمال يزيد ونجني ارباح اكتر. فجو بيقول له ما كانش حد غلب يا معلم، ما الناس كلها بتفكر زيك، وبما ان هيكون في كتير من المنافسين فالسعر هيقل. وبيكون على جانب الطريق في واحد قاعد وبيزيد من معدل وصول الاسلحه، ولما جو بيلاحظ وجوده بيروح وبيتكلم معاه وبيساله عن الطريقه اللي بيزود بيها معدل وصول الاسلحه. فالراجل بيعرفه ان هو لازم يدفع كريستاله خضراء عاليه المستوى وهيزيد له معدل الوصول لسلاح واحد، وان كميه المعدل اللي هيزيد بيعتمد على المبلغ اللي هيدفعه، وان كريستاله بيضاء بتساوي من 1 إلى 3% من الموصليه، وكريستاله زرقاء بتساوي من 3 ل 6%، وهكذا وانتوا طالعين. وبيكون ظاهر من قائمه اللعبه ان الشخص ده اسمه تشيني وانه تلميذ لحداد خبير، وجو ما بيلحقش يتكلم والراجل ده بيحذره وبيعرفه ان زياده معدل الوصول صعبه جدا وفي مخاطر، لان عندما تفشل الزياده السلاح ممكن يتدمر، والكريستالات اللي هيدفعها برضه ما ينفعش يسترجعها. واثناء ما جو بيفكر في كلامه في واحد بيجي وبيشتم الراجل ده وبيقول ان هو مجرد مخادع بيخدع الناس، وبيروح يتكلم مع جو بيقول له ما تثقش في الراجل العجوز ده لانه بالامس اداله سلاح سيف الحرب اللي كان معدل وصوله 20%، والنهارده الراجل العجوز ده قال له ان السلاح تم تدميره. فالراجل بيعيد كلامه بيقول له انا قلت لك قبل كده ان في مخاطر والسلاح ممكن يتدمر. فالمقاتل بيرد على الحداد ده بكل غضب وبيقول له انا لو ما كنتش ممنوع من القتال كان زماني فرتكتك هنا. ومع غروب الشمس بنشوف فنان القتال لسه واقف وبيتكلم مع الراجل وبيقول له انا هستمر في المجيء وهعرف الناس ان انت مجرد مخادع. فالراجل بيقول له اعمل اللي انت عاوزه. ولما الراجل الحداد ده بيكون ماشي في الطريق الجانبي بيقابل هناك جو، والراجل بيكون مستغرب وقلقان من تصرفات جو، بيساله انت عاوز مني ايه؟ فجو بيقول له ما تقلقش لاني عاوزك في شغل يعني. والراجل اللي مش فاهم حاجه بيقول له انت واثق فيا بعد كلامي المقاتل ده؟ جو بيرد عليه انا لو ما كنتش واثق ما كنتش جيت لك اصلا. بينما جو بيكون بيفكر في نفسه ان معلومات النظام مستحيل تكون كاذبه وان الشخص ده اكيد يعرف الحداده. المهم بعدها بنشوف جو اللي خارج المدينه وقاعد في بيت متهدم، والراجل الحداد ده بيشوف سلاحه وبيقول له ان يكون معاك سلاح زي ده فاكيد انت شخص خبير ومتالق. فجو بيعرفه انه مش لازم يعرف هويته لانها مش مهمه، وبيساله عن الطريقه اللي اكتشف بيها زياده الموصليه من خلال الحداده وازاي اصلا معدل الوصول يقدر يزوده. فالحداد بيقول له ان هي فرصه حصل عليها بطريقه غير متوقعه، وبعدها بيقول له ان الحداده هتاخد منه على الاقل ليله كامله، وبيطلب من جو ان هو يفضل ويحرسه. ولما جو بيوافق الحداد بيشكره لان هو واثق فيه وبيقول له ان هو هياخد الرسوم بعد نجاح المهمه. ومع ذهاب الحداد علشان ينفذ مهمته جو بيقول في نفسه ان هو بيتهور جدا لان المهاره الفرديه اللي عنده دي مش مناسب ان هو يقولها لاي حد. واثناء ما جو قاعد بيحرس المكان بس هو في الحقيقه قاعد ومقضيها، بيتكلم مع نفسه وبيقول ان للاسف معدل وصول الاسلحه التانيه هو 25% بس، وزيادتهم ما تستحقش العناء لانه مش هيقدر يخاطر بيهم، وانه يقدر يخاطر بالخنجر الفريد مش اكتر. وبيتمنى ان الحداد ينفذ مهمته بنجاح ومعدل وصول الخنجر يزيد، والا مش هيقدر يستخدم الا الاسلحه صاحبه معدل وصول 25%. واثناء ما جو قاعد بيتامل وبيمتص قوه الجواهر النجميه بيخرج الحداد وبيكون باين على وشه القلق. فجو بيتوتر جدا وبيقول تبا. التعبير اللي على وش الحداد ده مخيف جدا، وبيقوم عليه مره واحده وبيروح يساله انت فشلت في المهمه ولا ايه؟ فالحداد بيقول له انت بتقول ايه يا عم انت؟ انا جيت اشرب حبه ميه مش اكتر. وجو اخيرا بياخد نفس الارتياح وبيقول للحداد ده مجنون وشكله هيخوفني طول اليوم. ومع حلول الصباح بنشوف خنجر جو هو متحطم، وبيخرج الحداد وبيعتذر لجو وبيقول ان الفرص قليله جدا وبيتمنى للخنجر ان هو يرقد في سلام. بينما جو قاعد بيبكي ومش عارف يعمل ايه، وبنكتشف كل ده ان جو كان نايم وبيقوم فجاه مفزوع من النوم، واول لما بيصحى الكابوس الحقيقي وبيشوف الحداد في وشه وبيساله انت الكوابيس بتقابلك كل شويه ولا ايه؟ بيقول له اتوقع كده ان الكابوس اللي جالك هو خنجرك اللي كان متحطم. ومره واحده جو بيترقع في الحيطه وبيقول له انت بتعمل ايه يا عم انت خضتنا اكتر من الكابوس والله. وبيحط ايده على راسه وبيقول من الواضح كده ان القلق خلى عقلي غير مستقر وتركيزي اصبح مشتت. في الوقت ده الحداد بيقول له بص على الخنجر بتاعك
بنفسك واطمن. وبيكمل كلامه بيقول له من الواضح كده انك محظوظ جدا. وجو ما بيكونش مصدق نفسه لان معدل الوصول ارتفع وان مهمة الحداد نجحت اخيرا. ومش بس كده، لا كمان بنعرف ان السلاح ده رقم 1 في مدينة العمالقة من حيث معدل الوصول. وبيقول للحداد لو انا مش شايف بشكل غلط فمعدل الوصول بتاعي للخنجر ده لازم يكون ثابت بنسبة 12%. وجو بيكون بيلعب في السلاح وهو فرحان ومش مصدق نفسه. وبيقول للحداد نظرتي للناس وثقتي فيك ما كانتش غلط. وبعدها بيتكلم جو مع صاحبه اللي عنده محل الاسلحة، وجو بيقول له ان هو عنده فرصة للتحكم بعالم الاسلحة في مدينة العمالقة. وصاحبه بيقول له انت بتقول ايه؟ انا مش فاهم اي حاجة. ولكن بعدها بيقول له ما تهتمش، انا واثق فيك مهما كنت هتعمل. وبيقول له روح للمنطقة 1 ونفذ مهمتك ولما ترجع عرفني التفاصيل. وبعد ما صاحب محل الاسلحة بيقفل المكالمة بيقول ان جو في كل مرة بيغير نظرتي ليه وبيخلي شكله عندي احسن من الاول. على الجانب التاني في المنطقة رقم 1 بنشوف الصيدلية بتاعت جو بيكون في عدد ضخم جدا من المقاتلين اللي عاوزين يشتروا. لو مش بس كده، ده كمان بيطلبوا باعداد ضخمة جدا. وبيكون الشخص اللي جو وكله بمهمة حماية الادوية واقف بيتفرج ومش مصدق نفسه. وده لان الدواء اللي كان بكريستالة بيضة واحدة ومحدش بيشتريه بقى ب4 كريستالات والناس بتدور عليه باي تمن. في الوقت ده بقى بنروح لابو الشخص اللي جو قتله في الماضي، وبيكون واقف وبيقول ان هو مر نص شهر على فقدانه لابنه، وبيزعق مرة واحدة وبيكسر الحيطة اللي قدامه. وفي تلك اللحظة بيجي التابع بتاعه وبيقول له ان هم امسكوا بشخص، والشخص ده ممكن يكون عارف مكان اختفاء السيد الشاب. ولما بيخرج من الشوال اللي هم كانوا خاطفينه فيه بنكتشف ان هو الشاب اللي جو كان موكله ببيع الاسلحة والمعدات. وبيمسكوا زعيم عصابة نهر السماء والتابع بتاعه بيوري له المعدات اللي هو كان بيبيعها. ولما الزعيم بيسأله عن مكان ابنه الشاب بيقول له ان هو مش عارف حاجة. وفي واحد من اتباع الزعيم بيعرفوا ان المعدات دي هي المعدات الخاصة بالاشخاص اللي كانوا بيحرسوا ابنه. فالزعيم بيجنه جنون وبيفضل يسأل الشاب عن ابنه، ولكنه بيجاوبه مرة تانية انه هو مش عارف اي حاجة. فالزعيم بيرقعه في الحيطة وبيجيب اجله وبيقول له انت مش عارف ان مجموعة نهر السماء عندها علامة خاصة على كل المعدات بتاعتها ولا ايه؟ وكمان بتستغفلنا وبتبيعهم. لو مش بس كده، ده انت بتقول انك مش عارف حاجة بكل بجاحة. فالتابع بتاع الزعيم بيقطعه وبيعرفه ان الضرر الموجود على الادوات بتاعة الحراس بسبب خدش سببه ذئب من المستوى السادس. ومع خبرة الحراس فالذئب ده المفروض ان هو ما بيشكل لهمش اي تهديد، وان في الغالب الحراس دول ماتوا على ايد شخص معين. والتابع بيكمل كلامه وهو مش واخد باله وبيقول بمهارات الحراس دي فلو ما قدروش يهربوا فاكيد ابنك مش بخير. وها هو الزعيم بيظهر طاقته المتفجرة من كتر غضبه. فالتابع بيحاول يهديه وبيقول له انهم تاكدوا من وجود المعدات دي بسبب ان في شخص طلب يبيعها، والشخص ده هو بطلنا جو. بينما بقى في الوقت ده بيكون جو في المنطقة رقم 1 وبيقابل هناك صديقه صاحب متجر الاسلحة. ولما جو بيقول له انهم نجحوا في تغيير المكان بصورة كبيرة وبسرعة، صديقه بيعرفوا انهم وصلوا للمستوى ده بسبب العمل الشاق للجميع. وبيسألوا عن الفرصة اللي اتكلموا عنها في التليفون. فبيقطعوا جو بيطلع الخنجر بتاعه وبيقول له انت فاكر الخنجر ده؟ واول ما صديقه بيشوفه وبيمسك الخنجر بيترعب وبيترعش من اللي هو شايفه، لانه لاول مرة يشوف معدل وصول للاسلحة تخطى ال 40%. وجو بيكمل كلامه وبيقول له ان هو لقى شخص عنده تقنية حدادة بتمكنه من زيادة معدل وصولية الاسلحة. وصديقه بكل حماس بيقول انا عاوز اشوف الشخص ده في اسرع وقت ومهما كان السعر. فجو بيقول له ما تقلقش، انا كل اللي عليا ان هساعدكم تقابلوا بعض والباقي بقى عليك، سواء هتشغله عندك او هتساله عن التقنية بتاعته. وبعد مرور الوقت صديقه والراجل الحداد بيكونوا هيرجعوا لمدينة العمالقة. فجو بيساله باستغراب انت مش كنت هتفضل هنا؟ وصديقه بكل بجاحة بيقول له مفيش وقت ولازم نرجع علشان نصدم مدينة العمالقة كلها بتقنيتنا الجديدة. وبيكون واخد الراجل الحداد تحت كتفه وماشي بيه. ومع رحيلهم في نفس اللحظة بيرن تليفون جو، ولما بيشوف الرقم بيكون متوتر لان الرقم ده ما يعرفش هو بتاع مين. ولما بيفتح المكالمة في واحد بيسأل عليه، فجو بيعرفه ان هو نفس الشخص اللي بيسأل عليه. ولما بيتأكد ان هو بيعرفه باخبار سيئة جدا، وبيقول له ان قبل ساعة فريق نهر السماء اختطفوا عيلته وحبسوهم في المدينة الخارجية وبالتحديد في المنطقة 7 التابعة لنهر السماء. لو مش بس كده، فريق مطرقة الحرب اللي كان بيحميه هو وعيلته 3 منهم بس هم اللي بقوا على قيد الحياة. ولما جو ما بيصدقش كلامه وبيقول له انت مين، بيضحك بهستيريا وبيقول له انت مش لازم تعرف هويتي، وكان لازم تحط في دماغك العواقب اللي هتجنيها بعد استفزازك لفريق نهر السماء. وبيقول له من الاخر كده انا قلت اللي عندي، ولو عاوز تصدقني براحتك ولو مش عاوز برضه براحتك، ولكن في النهاية اللي هتشوفه هو جثث عيلتك الملقية على الارض. ومع انتهاء المكالمة في وش جو بيفضل يرن على فريق مطرقة الحرب، واللي من الواضح ان المكان كله بيكون متدمر فوقهم، وغالبا كده كلهم ماتوا ومفيش حد فيهم على قيد الحياة. ولما محدش بيرد عليه من المكانين جو بيتأكد ان كلام الشخص ده ممكن يكون حقيقي فعلا. ومع حلول الليل بنشوف
بنشوف جو اللي بيتقدم بكل سرعته في المدينة الخارجية، وبيكون راكب على البقرة الغشيمة صاحبة المستوى الثامن، والغضب العارم بيملأه من كل مكان، وهو بيتوعد لفريق نهر السماء بالموت. وهنا بتنتهي احداث حلقتنا. فارب بقى علشان نعرف ايه اللي هيحصل لجو، هل فريق نهر السماء هيقضي عليه ولا جو هو اللي هينتقم منهم بسبب خطفهم لعيلته؟ كل ده هنعرفه في المرة الجاية. فما تنساش بقى تدعمني بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، والى اللقاء.